في مشاكل كتير التراديشنال اي تي ابروتش بيواجهها. التكاليف بتاعه الداتا سنتر، ايجار الداتا سنتر، السيرفرات اللي انت بتشتريها دي بتحطها في مكان بيبقى هو ده السنتر بتاعها، ده الداتا سنتر. بتأجر المكان، بتحتاج تديره وتعمل له صيانة، تسيب فيه كم مهندس يديروه، شغل زيادة عن اللزوم. فدي مشكلة من المشاكل اللي كانت بتواجه الشركات الأول، يعني علشان تفتح شركة محتاج تبقى ملياردير اوريدي. فدي مشكلة من المشاكل اللي الكلاود دلوقتي هو بيحلها. ما بقتش محتاج تعمل أي حاجة فيزيكالي، مش محتاج تأجر سيرفرات بنفسك، روح بس للكلاود وهتلاقي كل اللي نفسك فيه عند AWS. ده الموضوع باختصار يعني. المصاريف بتاعت الباور سبلاي، الكولينج، المينتيننس، نفس الكلام. الحاجات المهندسين والناس اللي بتبقى شغاله على السيرفرات والداتا سنترز بيتعاملوا معاها طول الوقت. فكره انك تعمل كولينج للماشينز او للسيرفرز، الباور سبلاي، غالبا دي كلها خناقات مع الحكومه مالناش دعوه بيها. ما فيش شركه هتبقى عايزه تتعامل مع الحاجات دي اصلا، او تستثمر ملايين او مئات الملايين من الدولارات علشان بس تقدر تدور الدنيا أو تعمل صفحه وتقول اهلا وسهلا يعني. ف خلاص دول time required for hardware additions and replacement، الوقت اللي بتاخده عشان تصلح، تغير، تضيف، تزود. لو الموقع بتاعك انتشر وطلع ترند هتحتاج تستنى معلش استنوني يا شباب 5 سنين اكون خلصت التطوير عندي في الداتا سنتر عشان بزود سيرفرات علشان اقدر اهندل الترند اللي لسه طالع دلوقتي، اللي هو اصلا هيخلص في اسبوعين. يعني معظم الترندات اخرها اسبوعين. فطبعا دي كانت مشكله، يعني ما حدش هيستناك لحد ما تصلح الموقع عشان يستحمل مليون زائر في الشهر. يعني هو خلاص، يا اما الموقع يكون جاهز انه يطلع من 10,000 ل100,000 في يوم علشان انت طلعت ترند مره واحده، يا اما لو مش جاهز يبقى الناس دي كلها مش هتدخل الموقع، هتدخل وهتلاقي الموقع واقع وانت اللي هتخسر يعني. فدي كانت مشكله برضو فكره الكلاود بتحلها. الكلاود كومبيوتنج، يعني البراند على بعضه اسمه كلاود كومبيوتنج، الحوسبه السحابيه. اوكي، ما تقدرش تسكيل، هي دي اللي لسه كنت بتكلم فيها. لو الموقع بتاعك كبر مره واحده ما تقدرش تزود سيرفرات بسرعه، تروح بقى تصحي واحد منهم وتقول له معلش تعالى نروح نشتري سيرفر ونشتري هاردات والكلام ده. عيب يعني الكلام ده. محتاج تشغل حد 24 ساعه، غالبا مش حد واحد، تحتاج يبقى تيم علشان يفضل يعيش في موضوع الناس بتاعت الديف اوبس مع نفسكم. دي كانت مشكله برضو من المشاكل، انك محتاج تهندل كل ده مع نفسك. لو مش هتمشي في طريق الكلاود كومبيوتنج فهتعمل كل ده مع نفسك، فدي مشاكل. علشان تعالج اي كوارث تحصل محتاج تبقى جاهز للكلام ده. earthquakes، power shutdowns او fires، علشان الداتا سنتر بتاعك ده اللي هو المكان اللي انت مأجره عشان حاطط فيه السيرفرات وفيه الفريق بتاع المهندسين اللي بيراقب المكان، بيتابع الدنيا عامله ازاي، والسيرفر اللي يسخن يبردوه الكلام ده. يعني مش بس دي المشاكل، لا ممكن يحصل زلزال او الكهرباء تقطع. يعني بيتهيألي كلنا عندنا فكرة عن موضوع الكهرباء اللي بتقطع او الدنيا تولع. يعني who knows، ممكن يحصل ولعة، سيرفر يسخن زيادة عن اللزوم، مين عارف. فدي برضو حاجة انت محتاج تهندلها مع نفسك. بس لو مشيت مع الكلاود كومبيوتنج، لو عملت المايجريشن، الكلاود مايجريشن، مش هتحتاج تفكر في الفايرز او الباور شت داونز او الايرثكويكس او اي حاجة تخص العالم الفيزيكال. يعني الحاجة دي كلها في السحابة زي ما بنشوفها كده في كل الصور والحاجات دي، بتلاقوا سحابة كده في الصورة من فوق، وتلاقي الفيديوهات بتحدف كده السيرفرات كده على السماء، وكل حاجة بتطلع في السحابة في السماء فوق بتختفي وانت مش محتاج تفكر في الموضوع تاني. هو ده السحر بتاع امازون يعني. ف overall inflexible, inconvenient for our rapidly changing world.